نقوم اليوم بافتتاح أحد مراكز توزيع الملابس ضمن حملة توزيع الملابس المقدمة من قطر خيرية في الداخل السوري. طبعا هذا المركز هو أحد عدة مراكز تم افتتاحها في الشمال السوري، في حلب وريفها وإدلب وريفها وريف اللاذقية وريف حماة أيضا. طبعا المركز يخدم أكثر من 1000 عائلة تقريبا في مدينة إدلب. العوائل المستفيدة هي من عوائل الأيتام والشهداء والمعتقلين والمتضررين من الحرب بشكل عام. حاولنا الإسراع بالحملة قدر المستطاع لتوزيعها بشكل كامل قبل عيد الفطر السعيد، وكل عام وأنتم بخير. ما حلو. تعبان بس مش تمليك في عندك في عندك بس على مش الحمد لله الذي من علينا بتنفيذ مشاريع كثيرة في شهر رمضان المبارك 1437. قمنا بتنفيذ مشروع إفطار صائم في الداخل السوري والمناطق المحاصرة، الشام وحمص وحلب وحماة وريف اللاذقية وإدلب. كما قمنا بتوزيع كمية من التمر وهي 250 طن من التمور، تمور الدوحة، وزعناها على كل المناطق المحررة. قمنا بتوزيع أكثر من 5000 سلة على حلب وريفها بعد الحملة الشرسة الذي قام بها النظام على حلب. قمنا بفتح أكثر من 10 معارض للألبسة ووزعناها على المناطق المحررة قبل عيد الفطر. يعني بيعطونا اليوم والله اعطانا بس السؤال انا بس سؤال يعني